تعالوا نعمل مع بعض بسكوت ستيكس او سابلي ستيكس لانه العجينه بتاعته قريبه جدا للسابلي. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. المكونات سهله جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا مش محتاجين لا عجان ولا مضرب ولا اي حاجه فيها صعوبه. 3 مكونات بس تقريبا اللي في الوصفه، وسهلين جدا وبساط وفي نفس الوقت مش مكلف خالص واقتصادي. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه معايا 250 جرام من الدقيق وبالكوب المعياري كوبايه وتلات ارباع. معايا سكر بودرة 66 جرام، يعني نص كوباية تقريبا. وبالنسبة للزبدة هي نص الدقيق بالظبط، يعني 125 جرام. أنا هنا عايرتها في الكوباية المعيارية، بس طبعا ما خدتش الكوباية كلها، هي تقريبا 3 ارباع كوباية بالظبط. كمان معايا نص بيضة، هقول لكم ازاي هناخد نص بيضة دلوقتي، لكن لو هتعملي نص كيلو دقيق هتستخدمي البيضة كلها. ولو انت من الناس اللي مش بتحب البيض في الوصفات ممكن تستغني عنها وتحطي بدلها معلقتين حليب مش اكتر من كده. ومعانا كمان فانيليا. في بولة حطيت الزبدة وهحط عليها السكر. الزبدة دي بتكون طرية طرية كده من التلاجة، يعني طلعتها من التلاجة قبل ما اشتغل كده بربع ساعة. هضيف بقى عليها السكر وهبتدي ان انا اعجنهم بايدي، مش مجرد عجن، يعني انا بس بدوب السكر مع الزبده مش اكتر من كده. يعني مطلوب منك ان انت بس تخلي السكر ما يبقاش باين. بعد كده هنضيف معلقه بيض، يعني تقريبا نص البيضه. البيضه مش كبيره قوي، معلقه كده كبيره مليانه. هنبتدي ان احنا نخلط البيض مع السكر والزبده، وهنحط طبعا نقطه من الفانيليا. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تستغنوا عن البيض وتحطوا بداله معلقتين حليب عادي جدا. هنا بدات انزل بالدقيق بالشكل ده والم العجينه. طبعا العجينه هتلاحظي انها مفروله، بس مجرد ما تعجنيها شويه كده، مش عجن اللي هو بتفركيها كده في ايدك وتحطي العجينه على ايدك وتسحبي بالايد التانية، هتبتدي انها تلم معاكي وتبقى كويسه جدا. انا هنا كنت بنزلها من على الجلافز لان طبعا هي لزقت فيه، وزي ما انتم شايفين كده هي كانت مفروله. ابتديت ان انا اسحبها كده زي ما تكوني بتبسي كحك بالظبط لحد ما تلم معاكي. في المرحله دي لو حسيتي بصعوبه خالص انك تلميها ممكن تضيفي معلقتين حليب، هتلم معاكي بسرعه. العجينه سهله جدا ومش محتاجه عجان ولا اي حاجه، بس لو عندك عجان وعايزه تعمليها فيه مفيش اي مشكله، هتلم معاكي اسرع طبعا. هنا بدات الم حواف الدقيق اللي في الجناب دي وخلاص كده. العجينه تعتبر جاهزه معايا. هبتدي ان انا اريحها لمده ربع ساعه في التلاجة، وهبتدي بعد كده اشكلها. تشكيل العجينه بقى سهل جدا. لو عندك مفرش سيليكون افرديه على الترابيزه وابداي خدي قطعه من العجين وبروميها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، صوابع كده طويله، وممكن تعمليها اي شكل انت عايزاه. ممكن لو عندك قوالب صابليه ممكن تشتغلي بيها عادي جدا. انا هنا كنت بفردها. طبعا البلاستيك اللي هو اللي انا فرشاه على الترابيزه ده بيتهز وبيتحرك بسرعه، لكن لو عملتي على مفرش سيليكون مش هيعمل كده ابدا. انا بس كنت مكسله ان انا اروح اجيب المفرش وافرشه لان العجينه كانت صغيره قوي، يعني مش مستاهله، يعني كانت ربع كيلو دقيق. هبتدي ان انا دلوقتي اساوي الاطراف بالشكل ده بعد ما خلصت، واخليها طول بعض بالظبط علشان يبقى الحاجه منسقه كده وحلوه. اخدت زوايد العجين دي وبعد كده كملت باقي العجينه، عملت الصينيه دي وعملت صينيه تانية فيها 4 قطع بالظبط. هبتدي بعد كده اخبزها على درجه حراره 180، ما بتاخدش اكتر من نص ساعه في الفرن او مثلا 25 دقيقه. وطلعت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكلها تحفه، العجينه روعه جدا جدا جدا، وعلى فكره طعمها تحفه جدا من غير ما نزينها خالص ولا اي حاجه. طعم العجينه نفسه تحفه. تعالوا بقى نزينها مع بعض عشان برضو لو حابين تعملوها كده تعملوها. انا هنا جبت شوكولاته دارك وشوكولاته حليب، وهبتدي ان انا اسيحهم في الميكرويف. وعلى فكره عملت كمان شوكولاته بيضه بس ما كانتش ظاهره في الفيديو. بعد كده هنا جبت الستيكس بتاعتي وبدات ان انا اجيب الكوبايات. انا اختار كوبايه عشان اقدر ادخل فيها الستيكس كده وتبقى سهله معايا في التشكيل. هدخلها كده في الشوكولاته وهبتدي ان انا اطلعها على اي مفرش سيليكون مثلا او بلاستيك ستريتش او اي حاجه عشان ما تلزقش في الصينيه اللي انا هحطها فيها. لازم يعني عازل عشان كده، او ورقه زبده طبعا. هبتدي ان انا احطها جنب بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل بقى واحده بالشوكولاته الحليب، واحده بالشوكولاته الدارك، حسب نوع الشوكولاته اللي انت بتحبيها، مفيش اي مشكله. بعد ما بخلص طبعا ممكن تعملي بقى سبرينكلز عليها، ممكن تحطي عليها خطوط كده بالشوكولاته البيضاء براحتك خالص. يعني التزيين ده بتاعك انتي، ممكن تبدعي فيه احسن مني بكتير. انا كنت مستعجله بصراحه. حطيت كمان سبرينكلز ملونه، وممكن تحطي كمان خرز اللولي بتاع الغريبه. اي حاجه عندك متوفره مفيش اي مشكله خالص، اللي انت عايزاه. عملت كمان بالشوكولاته البيضاء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت عليها شوكولاته حليب. الاشكال شكلها يفرح القلب. وطبعا لو عندك اطفال هتحب الموضوع جدا، وممكن هم اللي يعملوه معاكي كمان. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. دول عملتهم من غير اي سبرينكلز،
وطبعا زي ما انتم شايفين كده بتطلع بسهوله جدا من على البلاستيك لما بتكون الشوكولاته نشفت، لان احنا ما ضفناش اي حاجه على الشوكليت خالص. شايفين الجمال ما شاء الله، شكله تحفه جدا بجد والله، شكله روعه. وطبعا عايزه اقول لكم سهل جدا وسريع واقتصادي جدا. انتم متخيلين احنا عملنا كميه حلوه جدا بربع كيلو من الدقيق، وفي نفس الوقت طبعا ما استخدمناش زبده كتير، والمكونات اكيد موجوده عندك. وممكن على فكره تعمليه بالسمنه مش لازم بالزبده، وكمان ممكن تعمليه بالزيت، يعني ممكن تحطي زيت او سمنه او زبده اي ماده دهنيه مفيش اي مشكله. هي الفكره كلها ان الزبده بتخليه طعمه احلى طبعا، لكن لو حابه تحطي زيت او سمنه مفيش اي مشكله. ماشي امورك كده وهتطلع معاكي جميله جدا ان شاء الله، وهتعجبك جدا وهتعجب الولاد قوي. البسكوته فعلا ناعمه قوي وبتدوب في البق كده، وطعمها غني جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وفي نهايه الفيديو كل مره بقول لكم انا اسمي زينب زياد، لو اول مره تشوفيني على الفيسبوك اعملي لايك للبيج، ولو اول مره تشوفيني على اليوتيوب اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله.